بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي بنجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. مين فاكر الحمام الأبيض الحنين؟ طبعا كل متابعين قناة يوميات مربي فاكرين كويس جدا الحمام الابيض الحنين. وش السعد عليا طبعا، الحمد لله فضل الله. انا بجوز واحد بسم الله ما شاء الله بقى عندي كميه كبيره قوي من الحمام الابيض الحنين. معتز بيه جدا، وبعدين بسم الله ما شاء الله النسل بتاعه النسل جميل جدا. فزي ما تشوفين حضراتكم كده بسم الله ما شاء الله. طبعا الحمام قدام منكم اهو. انا عايز اقول لكم ان الجوز اللي قدام منكم ده وش السعد عليا وش الخير. طبعا في ناس كتير قوي بتجيب حمام بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى يجيب جوز واحد بسم الله، من خلال الجوز ده ممكن يبقى عنده بسم الله ما شاء الله 20 جوز 40 جوز بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا بيديله من الجوز ده. الحمد لله الجوز ده بفضل الله بمجرد ما بيطلع النتايه تضع الحصوتين ويطلع الزغاليل على طول تضع الحصوتين التانيين، وبسم الله ما شاء الله شغال على طول طبعا. وانا عندي الدليل على كده ان انا هفرجكم على بقيه العشه كلها حمام ابيض حنين بسم الله ما شاء الله. جوز جميل جدا انا بعتز بيه، وربنا كرمني من وراه بخير كويس جدا. زي ما قلت لحضراتكم طبعا كنت اتكلمت مع حضراتكم على موضوع السلكات والتربيه في السلكات. قلت لكم ان احنا هنا يعني ايه الميزه، ان الجوز بتاعتني بيه اعتناء خاص. لو في اي مرض في اي مشكله بتحلها وبتعالجها. طبعا الزغاليل هنا ما بتتعرضش لاعراق ولا ضرب ولا اذيه من بقيه الحمام. الزغلول نفسه ممكن تاخده تبتدي انت تساعد مع اهاليه ان انت تزق. طبعا الطريقه دي انا بعملها بتكون افضل بكتير زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ان انا ببتدي اضع الاول الاكل والكلفه واسيب الذكر والنتايه يزقوا للزغاليل. بعد كده ابتدي انا اتدخل اشوف الزغلول لو مش اكل كويس، او طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ان في درجات ارتفاع الحراره اليومين دول، طبعا الصيف داخل علينا شديد جدا. الحمام بيشرب ميه كتير فما بياكلش ما بيقبلش على الاكل بشهيه، فيبتدي يزق للزغلول ميه. تيجي تمسك الحويصله تلاقيها منفوخه، والزغلول قدام منك الحويصله بتاعته منفوخه بس كلها طبعا ميه. فتبتدي انت هو شارب ميه يعتبر ما تديلوش ميه، تبتدي ان انت تزق له اكل تبله في ايديك مثلا اكل ناشف او منقوع، وتبتدي تزغط للزغلول نفسه يعني ايه تساعد مع الاهالي نفسها اللي هي بتزق للزغلول. طبعا الطريقه دي بسم الله ما شاء الله طريقه ناجحه وطريقه ممتازه. وبعدين بتلاقي صحه الزغلول حلوه حتى في الصيف، حتى زغلول الصيف، مع ان احنا عارفين ان زغلول الشتاء بيبقى افضل. ليه؟ قله الميه، ان الحمام ما بيشربش ميه كتير وفي نفس الوقت بيدي اكل كتير، فتلاقي الزغلول جسمه حلو. احنا بنعمل كده العكس، لما بتلاقي الزغلول كله الحوصله بتاعته كلها ميه ابتدي انت زق الفرد، طبعا تزق له بالعقل وبحساب عشان يبتدي الزغلول يفور معاك زي ما احنا بنقول كده وجسمه يبقى كويس. وتاخد كمان زغلول من تحت اهاليه كويس تعرف ان انت تسوقه، او لو انت مربي حمام اللي انت تذبحه تلاقي الزغلول قدام منك طبعا جسمه كويس وفيه لحم. يا رب تكون المعلومه خفيفه ولذيذه. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه، قناتكم قناه يوميات مربي، تفعيل الجرس يا شباب عشان يصلك كل جديد. اللي ما اشتركش ينزل حالا دلوقتي يشترك في القناه اللي هي قناتكم قناه يوميات مربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.